النهارده قابلت صاحبي السعودي وقال لي لازم اعزمك في المطعم المفضل ليا، ولقيته موديني مطعم اسمه ماما عائشه في شارع الطيب في حي زهره لبن في الرياض، ولقيته بيقول لي المطعم عامل عروض جامده جدا والاكل بتاعه اسطوري. قلت له لازم اشوف واجرب بنفسي. دخلت لقيت المطعم بيعمل مشاوي وبروست ومعجنات وبيتزا وكل حاجه حرفيا. قال لي تعالى نطلع فوق، عندهم قعدات حلوه جدا وعندهم قعدات عوائل كمان. لقيته طالب بقى حاجات كتيره من المنيو كده، وجربنا اول حاجه المشاوي. ابو كادي بدأ بالمشاوي وقال لي من اكتر الحاجات اللي بتعجبني عندهم، وقال لي سعر المشاوي المشكله 32 ريال بس. بصراحه المشاوي عندهم مخدومه وتتبيلتها حلوه جدا، سواء الكباب اللحمه او الكباب الفراخ كانوا حلوين بصراحه. وعاملين عرض على البروست 4 قطع حراق ب 19 ريال والعادي ب 18 ريال، وطعم البروست عندهم خطير بمعنى الكلمه. بعد كده جربنا البيتزا المشكل جبن اللي سعرها كان عامل 9 ريال، وقال لي ما ينفعش نكون في مطعم ماما عائشه وما نجربش من عندهم الشاورما الخطيره اللي هم بيعملوها. وقال لي سندوتش الشاورما دوت ب 5 ريال. لقيته بقى جايب وجبه شاورما عربي، قال لي عشان نشبع بقى وناكل براحتنا، وسعر الشاورما العربي 16 ريال، وعجبني جدا تتبيله الشاورما عندهم. وحلينا بفطيره العسل اللي كان سعرها 6 ريال، ولقيناهم عاملين عروض على العصير، اي عصير ب 5 ريال ما عدا الافوكادو والعرايس، واي عصير من اللي هم بيعملوه بيكون من الفواكه الفريش. تجربه حلوه جدا وعجبتني المطعم ماما عائشه. وبس كده، انا ابو حميد، ويلا سلام عليكم.